مش انا قلت لكم يا جماعه ان التعادل من الشباب السعودي والنصر السعودي اسوأ نتيجه الزمالك ممكن يشوفها؟ الزمالك كسب الاتحاد المنستيري عشان الاتحاد المنستيري الحلقه الاضعف في البطوله كلها، تمام. انما التعادل ما بين الشباب والنصر فدي اسوأ نتيجه الزمالك هيشوفها، عشان خاطر هيبقى الماتش الشباب في ماتش الزمالك مش هيفكر غير في الفوز، والنصر برضه في ماتش الزمالك مش هيفكر غير في الفوز، والشباب مع الاتحاد المنستيري مش هيفكر غير في الفوز، والنصر مع الاتحاد المنستيري مش هيفكر غير في الفوز. عليا جمهورية الزمالك اللي طلع بكومنتات وطلع قال لي انت مالك ما تتدخل، اللي مالكش فيه ما تتدخلش فيه، ونادي الزمالك احسن من اي نادي تاني موجود في افريقيا وفي الشرق الاوسط، وخليك في النادي المغرور بتاعك، او خليك مع الجمهور المغرور بتاعك اللي خلاص الغرور خده. وكلام كتير اتقال لي من جمهور الزمالك حسسوني ان انا كنت بغلط في نادي الزمالك. لا والله العظيم ابدا، انا بتكلم كوره وبتكلم في الواقع وبتكلم في كل حاجه حصلت في الكوره. بس انا مش كنت مستني الردود اللي حصلت دي كلها. انا كنت كل الحكايه مستني ان واحد يكون بيفهم يقول لي فعلا عندك حق، وان شاء الله المكسب بتاع الزمالك المباراه بتاعه الاتحاد المنستيري ما يغيرش حاجه في الماتش بتاع نادي الشباب السعودي. فعلا المفروض الزمالك ما كانش يفكر في المكسب الكبير اللي حققه مع الاتحاد المنستيري، وكان يفكر في ماتش الشباب والنصر هيخلصوا ازاي. والله العظيم. انما المشكله كلها ان الكلام كله ان الزمالك كسب الاتحاد المنستيري بنتيجه كبيره 4-0. انا معاك ان النتيجه كبيره 4-0، بس انت بتتكلم في الشباب والنصر لما يتعادل الاثنين يتعادلوا، الماتشات اللي بعدها مش هيفكروا غير في المكسب وبس، مش هيفكروا حتى كمان في التعادل، هيفكروا ان هم ازاي يخطفوك بجول. انما التعادل بالنسبه لهم ده يعتبر هم كده خلاص خرجوا بره البطوله. انا قلت الكلام ده ما فيش حد يصدقني، وكل قاعد ينتقد فيا وانك انت مالكش دعوه، وانك انت ازاي واحد اهلاوي يطلع يتكلم الكلام اللي انتوا عارفينه من جمهور الزمالك. تعال بقى نتكلم كوره. الزمالك النهارده في الشوط الاولاني ما عملش بجنيه، مفيش باصه صح اصلا، ما شافوش الحارس المرمى بتاع الشباب السعودي اصلا. انت متخيل انت متخيل ان الشباب السعودي كان بيلعب عليك كوره في الشوط الاولاني؟ وانت لما تداركت انك انت خسران في الشوط الاولاني، جيت في الشوط الثاني جيت تكحلها عمتها، قعدت تتخانق مع لعيبه الشباب وهم اصلا عايزين يخرجوك من الماتش، وانت فعلا ساعدتهم انك انت خرجت من المباراه اصلا. بس فعلا الزمالك في الشوط الاولاني ما عملش حاجه خالص، يعني حتى المباصيه يعني ما فيش باصتين ورا بعض عملوهم صح. باصتين يعني ايه ان انا اخد كوره من لاعب اباصيها للاعب التاني تيجي صح؟ انت متخيل انت متخيل ان الزمالك النهارده كان تقريبا عايز يطلع من الشوط الاولاني بالتعادل، كان عايز يطلع من المباراه كلها بالتعادل عشان خاطر بيفكر في النصر ان هو يخرج منه هو كمان بتعادل. هل ده كوره؟ هل مثلا لو الاهلي هو اللي بيشارك كان هيفكر نفس التفكير بتاعك؟ لا طبعا خالص. الاهلي لو كان دخل البطوله ما كانش هيفكر غير المكسب من هنا والمكسب من هنا والمكسب من هنا، مفيش حاجه اسمها ان انا عايز اخرج تعادل ده خالص، الا اذا لو ضمن الصعود لدور الثمانيه. لو ضمن الصعود ساعتها اقول لك ساعتها في المباراه الثالثه هيبقى بيفكر ان هو يمشي كوره، ما هو خلاص صعد، مش فارق معاه حاجه، معاه 6 نقط. فرق ما بين لعيبه النادي الاهلي والنادي الزمالك. الاهلي متمرس الماتشات دي، متمرس فعلا في الماتشات دي. ايام ما لعبنا الدحيل القطري احنا عمالين نقول هل احنا هنكسب الدحيل القطري؟ فعلا كسبناه. لما جينا لعبنا الهلال السعودي، مع الاحترام كله لنادي الهلال السعودي اللي انا بشجعه اصلا، يعني هو ده النادي الوحيد اللي انا بشجعه في السعوديه. لما جينا لعبنا النادي الهلالي السعودي الدنيا كلها قالت ان احنا هنخسر في الماتش ده. لا ده احنا كسبنا، وتقريبا لولا مكالمة الخطيب للعيبة كان زمان النتيجة كانت فتحت اكتر من 4 اصلا. الاهلي لما كان بيلاعب ريال مدريد في كاس عالم انديه اللي فات ده، الاهلي كان عايز يطلع من المباراة دي بمكسب. انت متخيل النادي الاهلي عايز يكسب ريال مدريد، وهو ده اللي خلاه يخسر السكور ده كله في الاخر. انت كنت خسران لحد الدقيقة 90 2-1. انت كنت خسران فعلا 2-1، وانت كنت بتحاول انك انت توصل للتعادل، وانك انت هتلعب تاني بعد التعادل.
لحد ما جه فيه الجون خلاص موت الماتش، جه الجون التالت، بعدها جه الجون الرابع. يعني مفيش دقيقتين جه الجون الرابع، ما خلاص. يعني انت خلاص فاضل، ده احنا في الدقيقه 90 وجه ودخل فيها الجون التالت. انت بقى طول المباراه انت بتلعب كوره على ريال مدريد. حسين الشحات كان ماسك كامافينجا مبوظه. انت بقى كزمالك عملت ايه في المباراه النهارده؟ ما عملتش اي بجنيه اصلا، ما عملتش حتى بربع جنيه حتى تحسسك انك انت علمت على الفريق ده. لا في الشوط الاولاني ولا في الشوط الثاني. انت في الشوط الثاني كنت نازل عشان تتخانق. عمرو السيسي اللي عمله ده تقريبا ان هو بيستهزأ بلعيبه، بلاعب في ارضه. يعني انت بتتكلم في لاعب شباب السعودي في ارضه، يعني في السعوديه نفسها، انت جاي تستهزأ بيه. طب ليه؟ ومن ناحيه تانية احمد زيزو يزق الولا يوقعه. طب يعني انتوا ليه خرجتوا نفسكم من المباراه بعد ما كنتوا انتوا تقريبا كنتوا ابتديتوا انكم انتوا تمسكوا كوره؟ لا وجاي في الاخر شيكابالا طلع يقول للحكم انتوا عايزين تدوهم الماتش او عايزين تكسبوهم الماتش، كسبوهم الماتش او احنا هنمشي وخلاص. يا اخي سبحان الله، الحكم الليبي اللي كان بيحكم مباراه الاهلي والوداد المغربي هنا في القاهره، واللي ظلم الاهلي، واللي خلى تقريبا ان الوداد يطلع باقل الخسائر في القاهره، وطلع جمهور الزمالك بعدها وقال ده حكم نزيه، والحكم ده بنشهد له بالنزاهه وان هو حكم المباراه صح، وان فعلا لعب ويحيى عطيه الله ما كانش يستحق الطرد، مع العلم ان كان يستحق الطرد لانه هو عطل هجمه كان خلاص انفراد. كان بيرسي تاو كان رايح هو والجون بتاع الوداد انفراد، وكنا ساعتها 2-0. يعني لو كنا جبنا التالت كان زمان خلاص الماتش مات. لا طلع جمهور الزمالك قال لا ده ما لعيبه او الحكم كان نزيه، والحكم بصراحه بنشهد له بالنزاهه وان هو حكم المباراه صح ومش عارف ايه. سبحان الله، يقوم يجي لك حكم ليبي برضه في مباراه الشباب ويخليك انت اللي تطلع من شعورك في المباراه. والله ما لا شماته، انا ما بشمتش والله العظيم ما بشمت انا، بس كل الحكايه انك انت النهارده شفت فعلا الحكم او الحكام الليبيين بيعملوا ايه مع الاهلي والزمالك. بس هو ده اللي انا كنت نفسي انك انت تشوفه النهارده. بس انا مش كنت يا شمتان، انا كنت فعلا زعلان على الزمالك اللي هو فعلا مشى اللي كان الشباب السعودي عايز يمشيه، او اللي كان عايزه الشباب السعودي خلاص عمله كده. الزمالك عشان يصعد لدور الثمانية محتاج ان هو يكسب النصر السعودي، ومفيش نتيجة تانية غير المكسب وبس. لانك انت بتتكلم ان هو دلوقتي الشباب معاه 4 نقط من نقطة من النصر السعودي و3 نقط من الزمالك، وتقريبا هيضمن كمان ال3 نقط من الاتحاد المنستيري، فهيبقى معاه 7 نقط. النهارده الزمالك معاه 3 نقط وما انتش عارف ان النصر السعودي هيعمل ايه مع الاتحاد المنستيري، واكيد يعني النصر هيكسب فهيبقى معاه هو كمان 4 نقط. فبالتالي المباراة اللي جاية لازم الزمالك يكسب النصر السعودي، لازم يكسب النصر السعودي نهائيا. لو خلص تعادل فالزمالك باي باي. ولو الزمالك خسر المباراة اللي جاية او تعادل وخرج من البطولة العربية، فهيبقى الجيل اللي موجود دلوقتي مع نادي الزمالك محتاج ان هو يلعب ماتشات ودية كتير، ومش ماتشات من اندية جوه مصر، لا لازم تكون ماتشات بره مصر، سواء اندية سعودية سواء اندية قطرية سواء اندية اماراتية. المهم ان هو اللعيبة تاخد على المباريات اللي هي بتبقى مع الدول العربية، علشان خاطر في الكونفدراليه اللي الزمالك داخل فيها، واللي ان شاء الله متنبئين له ان هو يعمل نتيجه كويسه في البطوله بتاعه الكونفدراليه. لان الكونفدراليه السنه دي هيبقى فيها معاه فيوتشر اللي هو معانا هنا في الدوري المصري، ومن ناحيه تانية في معاك الرجاء المغربي، ومن ناحيه تالتة في معاك الترجي التونسي. فانت بتتكلم في فرق شمال افريقيا هتدخل معاك في البطوله الكونفدراليه الموسم ده. فلازم انك انت تخرج نفسك وتخرج المجموعة بتاعتك في ماتشات ودية، تكون ماتشات تقيلة علشان خاطر يبقى رجليها واخدة مع الماتشات اللي هي هتبقى تقيلة قدامها في الكونفدرالية الموسم القادم او الموسم اللي احنا فيه. ودلوقتي طبعا وصلنا لنهايه الفيديو، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، ويا ريت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير المصريه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.